بلطجي مش رئيس وزراء، بيتعهد ويتوعد لزعماء الدول الكبرى ان هو لما يرجع من الولايات المتحدة الامريكية هيرد على اعترافهم بالدولة الفلسطينية. انتوا عارفين احنا مش بنتكلم عن دول عادية، احنا بنتكلم عن فرنسا، المملكة المتحدة، بنتكلم عن اسبانيا، بنتكلم عن دول صنعت الاحتلال في منطقة الشرق الاوسط. امتى صنعته؟ بعد الحرب العالمية الثانية عشان يخدم على مصالحها. ويبدو ان سياسات نتنياهو في الشرق الاوسط والابادة الجماعية اصبحت تهدد مصالح هذه الدول، فبالتالي اتخذوا قرار ان هم يبداوا في البعد عن سياسات نتنياهو او انهم يقللوا الدعم. طبعا مش كل الدول، يعني في دول فعلا محقه وصادقه في فكره ان هي بتعترف بفلسطين وبتحاول ان تساعد الفلسطينيين لتعويضهم عما حدث في ان هي تضع دولتهم على الطريق الصحيح، لكن في دول تانية ربما بتستثمر في الموقف. على اي حال، نتنياهو اذا استمر او ان استمر بهذه السياسات يعني هيخسر كل الدول اللي دعمت إسرائيل واللي سبب في وجود إسرائيل حتى الآن. إسرائيل لوحدها ما تقدرش تعمل كل الحروب دي وما تقدرش تحارب على أكتر من جبهة ومش هتحقق حاجة. فبسياسات نتنياهو أنا أعتقد أنه هيقضي على كل دعم الدول الغربية لإسرائيل، وحتى لو بقت أمريكا فأمريكا وضعها العالمي على المحك. أنا أعتقد يا نتنياهو إن أنت ماشي على الطريق السليم، إن أنت هتقضي على إسرائيل وتنهيها. شد حيلك.